مساء النور. اهلا بيك. الله يخليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني اسمح لنا مستر الاول، مستر يعني قول لي ايه موضوع مستر كامل يعني؟ لا ديت يعني وطبعا انا مش انا اللي قلتها، يعني ده هو ده يعني انت عارف طبعا سيادتك في العمل في المجال السياحي او في المجال الفندقي بالذات بنستعمل كلمه مستر لتقال المدير العام او الاماكن المهمه داخل المنشاه الفندقيه. فده اتلقت يعني من البدايه من سنه 90 لما رجعت مصر، فاللفظ ده بيتقال من جميع الموظفين. عشان كده لما وبعد كده يمكن لما وصلت بورسعيد برضو كان الجمهور بيناديني بهذا الاسم. فده بس هو ده اللي تحب ان اديك مستر كامل ولا لا؟ يعني عادي بالنسبه لي خالص. يعني نقول كابتن كامل بما انك الاكثر نجاحا من في الرياضه، وده اللي بيهمنا النهارده. خلينا نقول كابتن على طول النهارده. اوكي طيب اسمح لنا كابتن كامل، ولا يعني المعد بيقول لي استاذ كامل، خلينا رياضه يعني، ما في ايه يا محمد. خلونا نبدا باول اخبار النهارده، وهو بالمناسبه وجود رجل اعمال معنا، هو عن رجل الاعمال حسين سالم، واللي مرهون تسليمه لمصر بموضوع الجنسيه، واحنا عارفين انه خد الجنسيه الاسبانيه، حيث اكد فيدل سانداجونا سفير اسبانيا لدى مصر أن إثبات حصول رجل الأعمال المصري الهارب على الجنسية الإسبانية بطريقة غير قانونية تعد السبيل الوحيد لتسليمه للسلطات المصرية. قال السفير الإسباني في لقاء الخميس مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين إن القانون الإسباني بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والمتهمين ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز تسليم مواطن إسباني إلى جهة أجنبية، مشيرا إلى أن سالم قد حصل على الجنسية الإسبانية في عام 2008. الحكومة المصرية طلبت رسميا في 22 يونيو الجاري من السلطات الإسبانية تسليم حسين سالم لاتهامه في جرائم ارتكبها في حق الشعب المصري، وعلى رأسها طبعا إهدار الأموال العامة واستغلال النفوذ. تحب تعلق مستر كامل يعني على الموضوع ده؟ تحب تعلق على يعني أحب أقول يعني بالنسبة لموضوع حسين سالم، يعني طبعا ده موضوع الدولة عارفة بتعمل ايه، وعارفة ايه اللي هو عمله. يمكن انا مثلا شخصيا ما عنديش المعلومات الكافيه ان بتكلم هذا الموضوع. انا مش عايز اعقب على الموضوع يعني بتفاصيل الخبر، ولكن بما انه رجل اعمال وما حدث من عدم الثقة بين رجال الاعمال والمواطن المصري، كيف تعود هذه الثقة الى سابق عهدها، وخاصة انه مصر في اشد الحاجة في هذه الفترة لرجال الاعمال؟ هو طبعا يعني الفترة اللي فاتت هو كان ازدواج السلطة مع رجال الأعمال. يعني ازاي؟ يعني أكبر غلطة حصلت هو تعيين وزراء من رجال الأعمال داخل الحكومة. فازدواج السلطة بالمال طبعا ده في أي مكان في الدنيا معروف إن حاجة زي كده لابد إنها تفشل. أنا شايف إن دور رجال الأعمال في الفترة السابقة، يعني وطبعا مش الكل الحمد لله، يعني يمكن عدد نقدر نقول مثلا يمكن ما يزيدش عن 10-12%، لكن الوضع في البلد هو اللي ادى لهذه الطريقه وهذا الوضع السيء جدا، ان كل راجل اعمال عاوز يدور على مجلس الشعب، مجلس الشورى، يكون وزير. ساعه تغيير الوزاره تلاقيهم كلهم قاعدين في البيت ومنتظرين ان في تليفون هيجيله. كل واحد ليه بيفكر انه له حق، انه هيبقى عاوز يبقى انه حق بهذا المنصب. كل هذه الامور طبعا ما فيش شك انها ضرت في الاخر اقتصاد البلد. راجل الاعمال دوره بس حاجه وحيده، اللي هو ان هو يكتفي ان هو دوره انه التنميه. يعني اذا كان صاحب مصنع فيفكر في مصنع ثاني، يفكر في مصنع ثالث، لكن مش دوره ان هو النهارده ان يروح يسن قوانين والسياسه عشان لك انا عاوز حصانه. انا عاوز افهم كلمه حصانه معناها ايه. الحصانه دي الواحد يعني يكون عامل جريمه، لكن انت لو ماشي يعني سليم وبتأدي دورك في المجتمع، اعتقد ده مش محتاج. ما هو لو ماشي سليم، لكن هو اللي اتضح ان معظم رجال الاعمال اللي كانوا بينتموا للحزب الوطني او لمجلس